القصة ديالي بدات مع صاحب ولدي، عنده كبير وناشف. ما كنتش كنتصور شي نهار نطيح في حاجة بحال هادي. مع عمري كنت انا فكرت ندير شي حاجة بحال هادي. السنة عمري 45 عام، كنت مزوجة طلقت وجبت ولدي يجلس معايا. صراحة ولدي مالفني بزاف، ما يقدرش يتفرق عليا بحكم انا كنت مهلية فيه، يعني كنكسيه. كنديرلو السانطر. اي حاجه بغاها كنعطيها له، كنخليه يمشي عند صحابو، كنخلي صحابو يجيو عنده. يعني كنشوف صحابو اللي مزيانين. مني كان صغار في 6 سنين وانا وياه كارين وساكنين بوحديتنا. مؤخرا سكنت واحد العماره، شديت حقي من الورث ديال والديا واستقرت انا وولدي في واحد الشقه، يعني شريتها درتها له بالاسم ديالو. بقينا عايشين انا واحد المرا اللي انيقه. واش غادي نقول لكم، الاناقه ديالي والجمال، يعني حتى انا حاجه ما ناقصه. انا عندي 45 عام، اللي شافني يقول عندي 25. ولدي ملي كان عنده 6 سنين هو عايش معايا حتى دار 25 عام في عمره. صافي سالا القرايات ديالو الدراسه. هو واحد صاحبو كانوا كيبريباريو في واحد الشركه، يعني باش يخدموا. صاحبو مؤخرا تعرف عليه، كان كيجي عندي للدار كيشوفني انا انيقه. الطريقه ديال التقديم كيفاش كندير ليهم بحال هكا القهوه ديال العشيه. كيشوفني كيفاش ندير ليه كيك بحال هكا. كيشوفني واحد المراه اللي نظيفه بزاف ونقيه، وحتى الطريقه ديالي مقبوله، يعني خفيفه على القلب وخفيفه على الظل. كان دائما ولدي كيقول لي صاحبي راه مربي راه مزيان، راه واحد الولد اللي ما نقدرش نوصفه لك ماما. مؤخرا ولدي خدم قبل صاحبه ولا كيجي لعندي كيقول لي فلان واش هنا على ولدي. كنقول له راه اليوم مشى، راه عيطوا ليه، يعني راه كيتدرب لحقاش راه بدا. كان لي خالتي انا ما فخباريش. قلت له المهم هادي هي زعما اللي كاين اللي عارفه انا. عيط لولدي قال له انا راه في باب الدار مع ماما كنهضر معاها. قال له دخلنا علاش برا تسناني في يعني في الدار. دخل عندي. ديك الساعه كانت 2 يعني لابريميدي، 2 ديال العشيه. بقى جالس معايا. ولدي زاد سوايع اضافيه ما جاش. المهم لحقت ديك الساعه 7 ديال العشيه وولدي باقي ما جاش. قال لي يا ماما انا غادي نتاخر بزاف لان عندنا شي شغل وعندنا شي حسابات وهادي في الشركه. قلت له صافي يا ولدي. صافي صاحبو بقى معايا العشيه كامله. المهم انا دخلت للدوش باش ندوش ونحيد الملابس ديالي الا قيلت كندير بهم الشغل في البيت. هو بكثرة ما ولا كيجي عندي صاحب ولدي بزاف، طلع لي وتجرأ. قلت له شنو كدير؟ قال لي زعما الا احتاجيتي شي حاجه بحال هكا نمد لك الفوطه ولا وين ندير لك الصابون راه ما كاين مشكل. قلت له كنت حشم، يعني شاف الرمان كبير. قال لي تمنيت هذاك الرمان يعني نرضع. قلت له شنو ترضع؟ قال لي يلا يعطيك السر بغيت نرضع. قلت له دير عقلك حشم. المهم دخل معايا للدوش، بقى كيشد ليا في الرمان. المهم حتى هو حيد حوايجو ودرنا الصابون بجوج. نسيت بان انا عندي ولدي وعندي حياتي، نسيت. حيد حوايجه. درنا الصابون بجوج بينا. دوز لي الصابون على ظهري، دوزت له الصابون على ظهره. المهم شديته درت له الصابون. هو دخلو ما بقيتش عاقل على راسي. اصلا عنده الحجم كبير بواحد الطريقه اللي ما قدرتش نتحمل. انا ما كذبش عليكم طحت سحفت غيبت. المهم بقى هو ديك الساعه حتى كمل. واش غنقول لكم، هو كيعجبو يرضع بزاف.
منين سالة انا حشمت، قلتلو شنو درتي وانا ما كانش عليا نغلط معك بهاد الطريقه وانت قد ولدي؟ قال لي شوفي راه ما كتبانيش كبيره، انت عندك 45 عام وانا عندي 25. قال لي فين كاين المشكل، انا غادي نتزوجك. قلت له لا حشم ما تبقاوش هاد الهضره، صافي يلا خرج ما بقيتش تلحق لهاد الباب. وقلت له عندك ولدي ساق خبار بحال هذا. قال لي عليك الامان ما يساقش الخبار. المهم ولدي بقى كيتاخر في الخدمه، هو بقى كيجي عندي يوميا، نهار لا بيومين الثانيه كيجي عندي نهار على خوه. واش كيدير الرضاعه يا عباد الله؟ صافي كيجمع معايا، مني كيبقى يرضع وكيدخل يعني المسائل الموتور. انا مني كيدخل الموتور كنغيب، والصراحه يعني كيبرعني. عنده الرضاعه بواحد الطريقه اللي كيخليني انا نموت. دابا فين كاين المشكل، كيقول لي ملي نقرب من قرب يجي يغوتني. وكيفاش غنغوتو انا في العماره مع الناس؟ كيقول لي لا ما غوتيش راه ما يجيش داكشي بحال اللي باغي. وهي انا اصلا انا فيا قاعده، ملي كيقرب هو يجي انا كنبقى نغوت، يعني كنبقى نتحرك حيت اصلا الحجم كبير، كنبقى نتحرك وكنبقى نغوت وكنفقد السيطره على نفسي وكنبقى نغوت. واحد النهار جا ولدي على غفله وسمعني كنغوت، ولكن انا دايره الساروت من الداخل. كنسمع ولدي يعنس الساروت في الباب، هي مي صاني على الباب، هي مي صاني عليا في التليفون. صافي لبسنا حوايجنا وسالينا. ولدي دخل، انا تحشمت وما بينتلوش، يعني كانت الصيف تغير لبسنا داكشي الفوقاني وجمعت شعري، وهو كذلك ومشى جلس واحد البلاصه وحطيت ليه بحال هكا الشاي وحطيت ليه الكيكه. جا قال لي ماما علاش تعطلتي في يعني ما حليتيليش دايره الساروس من الداخل؟ قلت له لا ولدي انا طلعت طحن شورت وهبطت. المهم مدا ما جاب، ولدي بحال صاحبو طاح من عينو بحال حس بشي حاجه. المهم استمر بينا على واحد الشهور وانا وياه يعني طايحين في علاقه غير شرعيه. نقول لكم انا ما قدرتش نتفارق معاه، يعني كيبرعني. انا ما عمري فات لي مع راجلي اللي ولدت معاه ولدي، يعني طليقي ما عمري فات لي درت معاه هادشي. الراجل اللي بغا يسالي مع المراه لازم ارضع لها الرمان، لازم يعرف كيفاش يعيش معها وكيفاش يتعامل. انا هذاك الشيء اللي طحت فيه مع صاحب ولدي. ولكن غادي نقولوا اخرتها ايه؟ اخرتها تزوجنا. ما تصدقوش لحقاش ولدي بدا كيلاحظ شي حوايج وبديت كنطيح من عينو. المهم وقت ما جا كنعيشو انا وياه احلى اوقات، كما قلت لكم كانني مزيره اكثر من البنت، اكثر من اللي باقا عزبه، اكثر من اللي باقا عذره. راه ملي كيدخلوا انا كنبقى نغوت. ومني كيشد الرمان كيبدا يمص الرمان ويرضع وياكل في الرمان، انا كنتلف كنغيب، كنفقد القوه ديالي، كنفقد سيطرتي. درت معاه شي حوايج اللي ما كانتش تقدر ديرهم مع شي وحده، وخليته والفني وتزوجنا. انا باقا في عمر 45 عام، يعني باقا كل طاقه وحيويه، وما ولدتش بزاف، يعني عندي ولد واحد. وبقينا انا وياه في واحد العيشه يعني حلوه بزاف. وفي الاخر تزوجنا، واخا ولدي ما بغاش، ولكن حاولت نتقرب من ولدي وقلت له شوف انا يعني صبرت عليك وكريتك وتهليت فيك وضحيت من اجلك، ما تزوجت حتى درتي 25 عام، حتى توظفتي وخدمتي، في كاين المشكل؟ قلت له الشقه انا كاتباها لك ديالك. صاحبو الوالد ديالو لاباس عليه، منين سمعو تزوج، واخا تزوج مرا كبر منه فيتاح ب20 عام،
هدا ليه واحد البارتون واعرة مفرشة مقادة. تزوجنا أنا وياه، ولدت معاه 2 تويميين. واخا ولدي في الأول ما تقبلش، ولكن أنا خليت ولدي يتقبل لأنه كنت متهلية فيه. ما كان ماشي ملي كان صغير كنت كنضربوه، ولا كنت هي كنهينو، ولا كنقول له باك يعني تخلى عليك، وأنا هزيت كلا ما كاينش هادشي. أنا ولدي كنت حاطاه في عينيا. وحاليا دابا ولدي وراجلي عندهم اللاج واحد، وانا مازال دايره ولدي في عينيا، مازال كنحماق على ولدي. اخر الاخبار خطبت لولدي واحد البنت تعرف عليها في الخدمه. ولدي منين تزوج تغير، تبدل بزاف. ما بقاش هذيك المساله علاش انا تزوجت صاحبه، لا نهائيا. ولا كيجيب الخطيبه ديالو لعندي، عرف بزاف ديال المسائل في الحياه. اش غنقول لكم، عرف درس الحياه، عرف كيفاش، يعني كيفاش انا كنت صابره. صراحة عشت واحد العيشة مع صاحبه ما نقولش لكم، كلها حب، كلها طاقة، كلها نجاح، كلها حيوية. وحتى صاحبه أنا مبرعاه، مهلية فيه بزاف. وأنا واحد السيدة اللي يعني حركية ما كنقلش، يعني بارتومو ديالي كتشعل، لا نقية، ما كنحتاج لا خدامة، ما كنحتاج لا مساعدة، لا حتى شي حاجة. الشغل كامل على علم حتى أنا قارية. يعني خديت الإجازة ديالي بنقطة اللي مزيانة. مؤخرا ما قلت لراجلي بغيت نخدم، قال لي لا ما غاديش تخدمي. نسيت تبارك الله السيدة يعني فاهمة وعارفة كل شيء. أنا ما نصيفطكش تخدمي، واش حنا زعما ما عندناش؟ لحقاش راجلي يعني خدم خدمة مزيانة، خدم مع باه في الشركة نيت. كيما قلت لكم الوالد ديالو هدا لينا واحد البارتون واعرة ومفرشة مقادة، مصروف عندنا صحيح. ولدت انا 2 تويميين، 2 ولاد دراري كورة. قال لي راجلي يا ربي تقابلي ولادك. المهم قابله ولادي، مهليه فيهم، منقياهم، مهليه في راجلي، عطيه حقهم، اي حاجه بغاها.